لو فاكر انك محتاج لابتوب غالي او كاميرا غالية او كواليتي عالية او 100,000 جنيه او معدات شغل كاملة متكاملة، فانت كده بتضحك على نفسك. انا اعرف ناس، وفي ناس بدأت من الصفر بتليفون، احب اقول لك كمان اقل من الفئة المتوسطة، يعني عارف يعني تليفون كحيان، يعني اقل من اللي معايا واللي معاك. بدأوا من الصفر، لكن بالتليفون ده عمل لهم مصدر رزق، وبقى التليفون ده الشركة بتاعتهم. والله التليفون ده شركة في ايدك، مش حاجة ترفه بيها على نفسك وخلاص. ممكن انت تستعملها ترفه بيها على نفسك، او انك تعمل بيها فلوس. في ناس بقى مصدر دخلهم التليفون. تعال بقى اقول لك ازاي تعمل من التليفون مصدر دخل. واحب اقول لك ما تقعدش 6 ساعات على التليفون على التيك توك وتقول لي ما فيش شغل، اصل ما فيش وقت. اتعلم حاجه جديده كل يوم على الاقل. ما تنساش، ده الشعار بتاعنا بقوله في كل فيديو. اوعى تنسى تعدي يوم من غير ما تتعلم حاجه جديده. ليه؟ لان كل يوم تتعلم حاجه جديده بتضيف حاجه لنفسك، بتدي قيمه ليومك، لانك اتعلمت حاجه جديده. اليوم اللي ما بتتعلمش فيه حاجه جديده يوم ضاع من حياتك. خليك معانا بقى عشان اقول لك ازاي تشتغل من التليفون. خليك معانا. صناعة المحتوى. ايوه والله صناعة المحتوى. هتقولي المجال ده مليان، اقول لك لا انت غلطان، المجال ده عمره ما كان مليان. انا هقول لك ليه. انت عندك معلومة ممكن ما تكونش عندي، انا ادوس على الفيديو بتاعك اشوف المعلومة، وبقى انا كده استفدت بالمعلومة بتاعتك. فبالتالي لو لقيتك المعلومة دي فادتني هعمل لك لايك واشتراك، يعني احب اتابعك. حتى لو عملت محتوى ترفيه، بس المحتوى الترفيه ده كان مفيد، يعني انا عيني حبيته، عيني حبت المحتوى بتاعك، هعمل لك برضو فولو، لان اكيد اي واحد عايز يرفه على نفسه ساعات، او الغاز او معلومات او حاجه ما كنتش اعرفها. ده كله برضو ناس هتتابعك. هتقول لي في ناس كتير في المجال ده، اقول لك طب اعمل جرب. عمر ما مجال كان مليان. انت دلوقتي بتقلب بالصدفه تعرف ناس وتشوف فيديوهات ناس عمرك ما شفتها قبل كده، فبتعمل لهم فولو. خلينا عشان ما اطولش عليكم واخش عليكم بتاني مجال، المونتاج. ايوه احب اقول لك ان كل صانع محتوى لازم يتعلم هو المونتاج، او يجيب حد يمنتج له لما قناته تكبر وهو ما يقدرش. لازم يبقى متعلم المونتاج او جايب له حد يمنتج له. المونتاج ده التغذيه البصريه للمتابع. احب اقول لك اكتر ناس بتستخدم المونتاج هم بتوع الترفيه. ليه؟ لان هو مش بيقدم لك معلومه، هو بيخليك تستمتع. وانت علشان تستمتع لازم يعمل لك اجواء بقى، وحاجه نازله وحاجه طالعه وكلام نازل من هنا وكلام نازل من هنا، اجواء. ليه؟ علشان ما تملش من الفيديو. ده بيعمله اي حد بيعمل محتوى ترفيه، نزلك حاجه من هنا وحاجه من هنا علشان ما تملش من الفيديو ويعينك ويعمل لك اصوات. ما هو ده اللي بتاع المونتاج اللي بيعمله. لما انت تبقى صانع محتوى كبير مش ما عندكش وقت انك تعمل مونتاج لنفسك وبتنزل محتوى كتير، بتديه لحد بيبقى شغال معاك بتخليه منتج لك. وتالت مجال التصميم، الصورة المصغرة لليوتيوب او تصميم المحلات. انت في محلات كتير حواليك، هتقول لي مفيش محلات حواليك، اقول لك بتضحك عليا وبتيجي او بتكذب على نفسك. في محلات حواليك كتير، تمام، في محلات حواليك كتير. ايه رايك تعمل لهم مثلا تعمل لهم في بوسترات كده بينزلوها على النت او بيوزعوها كده، او كروت بيوزعوها. اكتر الناس بتوزع كروت دي الصيدليات والمحامين والناس زي كده يعني، والمهندسين. ممكن تعمل لهم كروت او تعمل منشورات، بس علشان تتدرب لازم الاول ما تروحش خبط لزق كده على طول تقول لي خلاص يا عبد الرحمن انا خلاص لقيت هدفي. اقول لك لا، استنى شويه، استنى بالراحه. انت الاول محتاج تتدرب. قلد مشاريع الصين. اول ما بدات تعمل تليفونات قلدت تليفونات من بره، بعد كده بدات تعمل تليفونات من نفسها.
انت برضو قلد المشاريع. تلاقي واحد عامل لك هنا بوستر، قلد البوستر بالظبط. بعد كده واحده واحده هتبقى متعود. انت مش هتقدر تجيب 1000 جنيه مره واحده او 100,000 جنيه مره واحده، لكن جنيه على جنيه و100 على 100 و1000 على 1000 هتوصل. صح ولا انا غلطان؟ اكيد صح. رابع حاجه البيع الالكتروني، انك تجيب منتج او تشوف منتج في السوق بيتباع بمبلغ معين، انت تضيف عليه العموله 5% مثلا من سعر المنتج، هتضيف فوق المنتج عموله وانت تبقى الوسيط. يعني ايه الوسيط؟ يعني انت هتاخد المنتج وتديه من البائع، تديه للمشتري، وهتاخد عمولتك في النص. انت كده مش خسران حاجه. احب اقول لك ان 70% من الحاجات اللي بتشتريها من الانترنت بتبقى عباره عن وسيط وبياخد عموله في النص. هتقول لي انا ما باخدش بالي، او تقول لي مفيش الكلام ده. اقول لك ما بتاخدش بالك او مفيش الكلام ده، في الاتنين انت فعلا ما بتاخدش بالك ان ده وسيط. بيقول لك مثلا انا الشركه، اقول لك انا شركه هدوم، هو اصلا مش شركه هدوم، هو وسيط معايا كذا شركه، 3 4 شركات عاملهم في شركه بتاعته. بيقول لي انا شركه هدوم، حد هيحاسبه؟ شركه على النت، واحد فتح قناه، واحد فتح صفحه على الفيسبوك سمى شركه دوليه، حد هيحاسبه؟ لا. وعمل مصدر دخل منه. فانت قدامك، على انت قاعد في البيت كده ما بتعملش حاجه، انت ممكن تعمل فلوس حلوه. لكن ما تنساش، هقول لك حاجه في الاخر، الموضوع مش سهل ومش صعب. ايوه لو كان سهل ما كانش حد غلب، كان كل واحد فتح التليفون وعمل شغلان. انت محتاج من 2 ل6 شهور تمرين. ايوه هتتمرن في المجال اللي انت عايز تخشه. اول 6 شهور مش هتكون احسن حاجه، بعد كده واحده واحده هتتحسن لوحدك. فانت محتاج تمرين وصبر علشان تطلع حاجه حلوه. وفي الاول مبالغ اللي هتاخدها مش هتبقى مجزيه، فعلا مش هتبقى مجزيه، ساعات تتعب اكتر ما بتاخد، لكن بعد كده هتاخد اكتر ما بتتعب. فاحب اقول لك خش المجال وخلي قلبك جامد. وما تنساش اعمل لي فولو ولايك لو الكلام عجبك، وتشير لاصحابك علشان يستفيدوا، ما تخلكش بخيل. ولو عايز تشوفنا اكيد تاني، ده اكيد تعمل فولو وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش زي ما قلت لك في اول الفيديو، ما تنساش تتعلم كل يوم حاجة جديدة. مع بعض اخليك الف